الثاني العراقيون متساوون بالحقوق والواجبات. وثائق ومخاطبات سرية تحكي قصة صغيرة من الفساد كلفت موازنة العراق خسائر تزيد عن 100 مليار دينار. القصة بعنوان المبادرة الوطنية للسكن التي انطلقت عام 2009، إذ تم تكريم مسؤولي محافظة النجف الأشرف بمكرمة سكنية باهظة الكلفة، لأنهم وبحسب هذه المخاطبات مواطنون من أصحاب الدرجات الخاصة أو مواطنون من الدرجة الأولى. ليس غريبا إذا ما علمنا أن أصحاب الدرجات الخاصة أو أصحاب الحظ السعيد هم بعض أعضاء مجلس المحافظة، وكذلك مدراء عامين، وثلاثة من قائمي مقام أقضية النجف، وأحد السفراء، ومدير شرطة سابق، وكذلك بعض القضاة. يزيد سعر القطعة الواحدة في هذه المكرمة عن 200 مليون دينار. وليس بالغريب أيضا إذا ما علمنا أن كتاب المكرمة صادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزارة البلديات والأشغال العامة بعنوان سري للغاية. ربما ورد كلمة سري للغاية في هذا الكتاب لإخفاء معالم شيء ما خاطئ في هذا القرار. أما المواطن النجفي الذي تم تمييزه واعتباره درجة ثانية، وبعد انتظار طويل حصل بعض أصحاب الحظ السعيد منهم على قطعة أرض في الصحراء في قرية تعرف بقرية مظلوم، حيث لا مكان للحياة البشرية فيها. هو أنا مظلوم وتريدون تطوني بآخر نقطة بالصحراء اسمها مظلوم، وفوقها تعال جيب واسطة. ما نريد واسطتكم ولا نريد قاعكم، خلوا لكم فلاحة ملاكة. كبار القوم في مركز السلطة وبعد انتفاخ حجم أرصدتهم من الهيمنة على المال العام منح جرعة معنوية لصغار الموظفين ليكونوا على شاكلتهم. عمي أنا متوفي سنة 83 بحادث سيارة، فجأة لقيت عمي الثاني مسوي له معاملة شهيد، مستلم مبلغ 127 مليون دينار تعويض مال شهداء، عن تعويض عن قطعة أرض اللي ما قدروا يعطوه إياه لأنه ما لقوا له مكان مميز، لأنه المسؤول قبله أطل الأماكن المميزة لأقاربه استلمهن. زين كم واحد مثل عمي اللي هذا صاحب حادث السيارة اللي استلم تعويض 127 مليون دينار. أما الهرم الكبير من إهرامات السلطة في المحافظة فله قصة مغايرة، فقد حصل أحدهم على حصة الأسد. ولدي الوثائق الذي تثبت بأن هذه العقارات هي للدولة واستحوذوا عليه. وأقول لك شيء واحد، وليس فقط المسؤولين، هناك بعض القضاة أيضا استحوذوا على عقارات كونهم ساكنين في هذه العقارات. هذه القصة عينة صغيرة من العينات التي ينضوي تحتها الفساد المؤطر بالقانون. فهل من منقذ لما تبقى من المال العام قبل نفاذه لمصالح من ائتمنهم العراقيون على إدارة بلدهم؟ حيدر صالح، قناة آسيا، النجف الأشرف.